بتقولي أنا أبويا كرهني في حياتي ودمرها لي. عمره ما كان أب حنين، رغم إن أنا حاولت أتجاوز ده وأكون بنت بره بأبوها، إلا إنه كمل عليا، راح مجوزني شريكه اللي كان في الشغل، وكأني عقد من عقوده ولا صفقة من صفقاته. رضيت بالهم، لكن الهم مرضاش بيا زي ما بيقولوا. الراجل اللي أنا اتجوزته بيعاملني معاملة سيئة، كأنه اشتراني. خلفت منه ولدين ولسه زي ما هو بيهني، ولما بروح لبابا بيقول لي مالكيش غير بيتك وما تجيش هنا تاني. كرهت ابويا وكرهت الراجل اللي انا متجوزاه، ومش عاوزه اتطلق عشان ولادي. اعمل ايه؟ اولا يا حبيبتي، انتي قلتي الرد اللي انا كنت هاخد مشوار طويل قوي عشان اوصله لك، ان الامومه ليها جمال بيعوض عن اذيه كتير قوي 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 من الزوج. كونك عايزه تعيشي ولادك كويس ومش عايزه تطلقي علشان تحافظي على بيتك، انا ده شيء بحترمه جدا جدا جدا. جوزك انه بيعاملك معامله غير سويه وبيهينك، دي محتاجين نتكلم فيها اكتر من كده، لان مفيش حد يقبل الاهانه. ومش محتاجه باباكي على فكره، لو عايزه تحافظي على كرامتك هي مش محتاجه باباكي يدافع عنك، هي محتاجه انت تاخدي موقف. الموقف ده ايه؟ يتوقف على طبيعه حياتك. ابعدي عنه، خصميه جوه بيتك، اعملي حدود معاه جوه بيتك، اتصرفي كأنك مش موجودة خالص واعملي اللي عليكي جوه بيتك. ونبدأ نجرب أكتر من طريقة. موضوع إن والدك كان مش حنين عليكي وإنتي كنتي بره بيه، الحقيقة ده فرض علينا، لأن عدم الحنية ما هي السبب إن إحنا نبقى عاقين لأهالينا. فكونك بره بأهلك ده هيتردلك في ولادك. عوضي كل ده بحنية مع ولادك وربنا هيعوضك. وأنا برضو بقولك أنا سعيدة قوي قوي إنك قلتي أنا مش عايزة أتطلق، لأن أنا كمان مش عايزاكي تطلقي. عيشي ولادك أحسن ما عيشتي أنتي، عندك فرصة، خدي بالك منهم وربنا معاكي. سعادتنا اختيار، ما هياش قدر. يا ريت نختار السعادة، نعفو ونسامح، هنعيش أسعد.